عمرك صحيت من النوم وبصيت في المراية وسألت نفسك سؤال: هو الوقت ده كله عدى امتى؟ طب اقول لك على حاجة اقرب من 2019 لحد دلوقتي. ايه الكلام؟ ليه واحنا صغيرين بنحس ان الاسبوع تقيل والاجازة كأنها سنة، ولما بنكبر بنقعد نسأل بعض: هو مش لسه رمضان كان امبارح؟ هي السنة لحقت خلصت امتى؟ يا ترى الزمن هو اللي بيجري ولا احنا اللي بقينا بنجري؟ ولا يمكن احنا اللي عايشين بس من غير احساس؟ بس اللي اعرفه ان طالما في شاي بلبن يبقى نحكي. بص يا صاحبي، احنا متربيين على ان الزمن ده حاجه ثابته، في ساعه وفي تقويم وفي ايام بتعدي، بس الحقيقه الزمن مش كده خالص. الزمن نسبي، بمعنى انت دلوقتي قاعد عند الدكتور مستني دورك، النص ساعه بتعدي كانها سنه، في حين انت لو عملتها واكيد عملتها اتهورت انت واصحابك اخر يوم امتحانات وحجزتوا 3 ساعات كوره ورا بعض هوا، ولا كانكم لعبتوا ساعه اصلا. فهنا ممكن تكون بدات تلمس معايا فكره ان الزمن نسبي على حسب الحاجه اللي انت بتعملها. تعال نفتكر واحنا صغيرين كنا بنقعد نعد الايام يوم يوم عشان العيد يجي او عشان الدراسه تخلص، وكل يوم كان فيه تفصيله: لعب، خناقه، فسحه، اكله جديده. الزمن كان بيتسجل جوه دماغنا لحظه بلحظه. لكن دلوقتي بنصحى نشتغل ننام نعيد، مفيش جديد، مفيش لحظه بتخليك تفتكرها. في بحث اتنشر في مجله سايكولوجيكال ساينس بيقول ان المخ بيسجل الزمن على حسب الاحداث اللي بتحصل، وكل ما الاحداث قلت واتكررت كل ما حسيت ان الزمن بيجري اكتر. يعني الزمن مش بيجري، انت بس مش بتسجل. وانت نايم والمخ مش شغال بتحس ان الزمن لحظه، وانت عايش بنفس الشكل كل يوم كانك نايم وانت صاحي. بس الزمن في دماغك مش محسوب كده، الزمن محسوب بالمواقف، واليوم اللي ما فيهوش مواقف كأن الزمن ما حصلش اصلا. وده بيشرح لنا ليه الزمن وانت طفل طويل وانت كبير قصير. العالم بول جانيت قال زمان كل سنه جديده بتشكل نسبه اقل من عمرك، فانت بتحس انها اسرع. لما كان عندك 5 سنين السنه كانت بتساوي 20% من عمرك، لما بقى عندك 30 سنه السنه بقت بتساوي 3%، فبتحسها لحظه. بس كمان في حاجه تانية، الاطفال بيكتشفوا العالم، كل حاجه اول مره، اول يوم مدرسه، اول صاحب، اول مره تسافر، اول مره تقع. وانت اخر مره عملت حاجه لاول مره كانت امتى؟ هو ده السؤال. شوف، احنا في زمن التفاصيل فيه اختفت، بتقعد في نفس المكان قدام نفس الشاشه وبتتكلم مع نفس الناس وبتعمل نفس الحاجه. الحياه بقت نسخه بتكرر نفسها. زمان كنت بتخرج تشوف الشارع، تبص لوشوش، تسمع اصوات مختلفه. دلوقتي كل اللي بتشوفه بيكسلز، عشان كده اللحظات مش بتتسجل. الان دي بوتون بيقول كل ما ازدادت التكنولوجيا زاد معاها التسارع ونقص معاها الشعور بالحياه. احنا ماشيين بسرعه بس مش عارفين بنروح فين، بنجري بس على جهاز بيقلب لوحده. في كاتب اسمه إيكهارت تول قال جمله لفتت انتباهي، بيقول ان اللحظه الحاضره هي كل ما نملك والباقي وهم. ودي مش جمله تنميه بشريه، للاسف دي الحقيقه اللي احنا هربانين منها. احنا دايما يا في الماضي ندم او حنين او جلد ذات، يا في المستقبل قلق او طموح او ديون، والحاضر مفيش. شوف الناس في الشارع كلهم باصين لتليفوناتهم، انت بتكون قاعد مع ناس ومفيش حد قاعد، كل عايز يروح لحاجه تانية، يشوف حاجه تانية، يبعت لحد تاني. اللحظه الحقيقيه بقينا بنخاف نقعد فيها. بص كده على يومك، فكر انت عشت منه قد ايه. مش حضرت، مش اشتغلت، لا عشت. هل ضحكت من قلبك؟ هل تأملت لحظه؟ هل حسيت بنفسك؟ لو لا فانت كنت عايش ومش عايش. كمل انت بقى. الشاعر محمود درويش بيقول: الزمن ليس قطارا كما يقولون، بل هو انفجار داخلي نعيش في أعمارنا. الزمن الحقيقي هو إحساسك بكل لحظة، لما تشوف لون السماء وتسمع صوت البحر وتشم ريحة الأكل. اللحظة اللي بتحسها هي اللي بتعيشها، والباقي زمن فاضي. الزمن مش بيجري، احنا اللي بنعدي من جنبه من غير ما نحس. وكل ما بنخسر لحظة بنخسر قطعة من عمرنا الحقيقي. في ناس عاشت سنين بس ما حسيتش بلحظة، وناس لحظة واحدة غيرت لهم حياتهم. السر مش في الوقت، السر فيك انت. قول لي في الكومنتات ايه اكتر لحظة في حياتك حسيت فيها ان الزمن وقف، انك كنت موجود بجد مش وقت بيعدي وخلاص. للاسف الشاي بلبن خلص، فاعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان تشوفني تاني. وسلام.